من قلب قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار يتردد صدى الطبول والتراتيل، وبمحاكاة هوليودية عراقية يقيم موكب شهيد الجمعة أكبر تشابيه لواقعة الطف، يروي خلالها تفاصيل الملحمة البطولية للإمام الحسين وأنصاره. فبأزياء تقليدية وسيوف لامعة يدخل الممثلون المسرح الطبيعي مجسدين مشاهد المعارك والكلمات الأخيرة للشهداء، تتعالى الأصوات بالبكاء والتكبير، فيما تغمر المشاهدين مشاعر الحزن والاعتزاز. موكب شهيد الجمعة آل على نفسه كل سنة أن يقيم هذه الواقعة بالإمكانيات البسيطة المتوقعة والقريبة عليه. أدوارنا تقريبا شهيد الجمعة، ها معسكر الإمام الحسين والمقابل معسكر عمر بن سعد، كل جهة لها خاصة نظام عملها. كهنا إشراف الجيش على الإشراف على النساء، إشراف على التجهيزات، إشراف على نجدة الخيام، إضافة إلى معسكر الإمام الحسين اللي يتقارب أعداده ما يقارب 3000 عدد يقيم هذه الشعيرة. تعرف المعسكر رايد له هواية أعمال خاصة به، فمقسم كل إلى لجنة خاصة، إضافة لخارج التشابيه لجنة الصوت ولجنة الإعلام الخاصة به، وإضافة إلى الأعمال الخدمية واللجنة الخدمية الخاصة بالموكب. مثل ما تشاهدون تجهيزات واقعة الطف في موكب شهيد الجمعة الحسيني بالناصرية سوق الشيوخ تحديدا. اليوم تحضيرات لهذه الواقعة وتشابيه لواقعة الإمام الحسين سلام الله عليه. مثل ما تشاهدون الإعلام اليوم مهم، يعني ضروري أن يوصل الإعلام، كل الإعلام العالمي مو العربي يعني، وتحديدا بالعراق، يكون يجسد ويوثق هذه الملحمة لتوصل لكل العالم. أكثر من 3000 ممثل شاركوا في تمثيل واقعة الطف، قضوا عدة أشهر في التدريب والتحضير والإعداد. احتفال درامي يعيد إحياء لحظة مفصلية في التاريخ الإسلامي، مذكرين الجميع بقيم التضحية والشجاعة. الموكب عدد المشتركين به تقريبا أكثر من 3000 نفر من الممثلين، وأكثر من 1000 من الكوادر من الإعلاميين واللجان الصوت. عملنا في الموكب يقيم على يستند على نظام العمل المجاميع واللجان. المشتركين به لجان الصوت ولجان الإعلام ولجان التشابيه ولجنة الخيام، الكل مشترك بتطوع ذاتي دون دعم أي جهة ثانية. استعداداتنا قبل حلول شهر محرم ب3 أشهر تقريبا. هو السيناريو ثابت، لكنه اكو أدوار نضيف عليها، لأن واقعة الطف تستمر تشابه أكثر من 4 ساعات. وكل عمل له لجنة من ضمن اللجان التي تشرف على هذا العمل لجنة التدريب، ويكون لها أفراد ما يقارب بال20 نفر. هؤلاء هم مسؤولين عن التدريب لجيش عمر بن سعد، وكذلك يوجد أفراد في معسكر الإمام الحسين سلام الله عليه، كذلك هم مسؤولين على التدريب لمعسكر الإمام الحسين سلام الله عليه. أنا لي دورين في هذه التشابيه، هو مهندس صوت في البث المباشر، ومدبلج في صوت عمرو بن جنادة الأنصاري. لبرنامج صباح الخير يا عراق، كرار الركابي، الناصرية.